المغرب. فرنسا المغرب. ده اسبانيا البرتغال. فرنسا هتقابل المغرب. ده نهائي المغرب دي موعوده نهائي مباشر طبعا. ماتشات صعبه جدا بصراحه. بس منتخب المغرب بالحاله اللي عاملين الماتشات القويه ديت بيديك ثقه ان هو ممكن يقدر يلعب قدام اي منتخب يا كابتن. يعني ما تحسش ان هو منتخب ضعيف او منتخب بيخاف، لا منتخب بيكسب، بينزل بيلعب كره هجوميه. بص التاريخ، الاوراق، اللعيبه، كل حاجه فرنسا. منتخب لكن قوي منتخب جدا. المغرب ممكن يعمل اي حاجه. طبعا انت دلوقتي عندك ثقه ان المنتخب المغرب ممكن يكسب فرنسا. بالظبط. يعني عادي جدا. يعني لو حصلت مش هبقى متفاجئ. كسب هولندا. يعني كسب المغرب كلها يا جماعه بيلعبوا في دوريات على اعلى مستوى. بالظبط. لا وبيأدوا كره حلوه وكره هجوميه وسرعه. ايوه طبعا. مين من المغرب في باريس سان جيرمان؟ حكيم. انا بديك خلاص فرقه المغرب كلها موجودين في اعلى مستوى. بايرن ميونخ وعندهم لعيبه في نص الملعب ومزراوي مانشستر والدوري الاسباني. بص مهيب قال من شويه ان الدوري قوي ودوري الطياره طبعا ده عشان دوري الطياره الجامد ده. احنا ناقصنا حاجه واحده بس، نفتح الاحتراف شويه. مش كل نادي يمسك كده، لازم الدوله تتدخل في الحته دي. يلا خلي حسام عبد المجيد يحترف. مين؟ حسام عبد المجيد. حاجه كويسه عادي، هيطلع غير حسام عبد المجيد ويطلع اللي فرق برضه مع المغرب مش الاحتراف في اللعيبه المحليه. مش كنا عندنا مزدوج. مش كنا عندنا زيزو وكنا عاملين ماشي زيزو. يا كابتن احمد اللي فرق كسر الدنيا. يا كابتن اللي فرق مع منتخب المغرب هو مزدوج الجنسيه. زي هيثم حسن كده اللي هو مثلا بيكون عنده اصول مصريه واصول تونسيه وانت تجيبه. فاهم انت؟ هو ده اللي فرق. لكن الدوري المغربي ما بيطلعش لعيبه بره تحترف كتير. لا يعني ممكن زي المصري، بس انا بتكلم ان هم ايه بيبقوا عايشين بره طول حياتهم يا كابتن احمد. فانت كمنتخب تكلمهم بييجوا يلعبوا عندك يا كابتن. لكن دول مش طالعين من الدوري المغربي. فاهم؟ يعني ما كانوش بيلعبوا في الوداد او الرجاء وجالهم احتراف بره. انت لعيبتك لعيبه محليه 100% صرف. بالظبط. يعني انجاز صناعه محليه. انجاز طبعا. والله اللي احنا عاملينه ده انجاز في ظل الدوري بتاعنا واللعيبه المحترفه عددهم واللعيبه المحليه. يعني لازم نبص على مصطفى شوبير مزدوج الجنسيه برضه. محمد هاني محلي. ياسر ابراهيم محلي. فتوح محلي. رامي ربيعه محلي. مروان عطيه محلي. رامي ربيعه يعني شويه. ما كلهم محليين ما عدا محمد صلاح ومرموش. انت منتخبك وانا ناشئين محلي. طول تاريخ منتخبك محليين يا مهيب. انت ما عندكش غير واحده واثنين او ثلاثه كده. الدوري المصري اقوى من دوري الابطال ودوري كاس الكؤوس فين؟ في افريقيا. ليه؟ هات لي لعيب في المغرب او الجزائر او تونس او احدى البلاد الافريقيه عنده 22 سنه في منتخب ناديه. احنا النهارده الاهلي والزمالك وبيراميدز بيروحوا يقابلوا الوداد. احنا عندنا 7 من المنتخب. لو لقيت واحد يبقى كويس. بتلاعب الترجي ما تلاقيش واحد في منتخب تونس. انا الان في القيد في الزمالك من الدوري المحلي اكتر من افريقيا. دوري افريقيا. يعني انا عايز قيد يتفك عشان دوري قوي. فريق الاهلي وبيراميدز اقوى من اي فريق في دوري المجموعات، والزمالك اقوى فريق من اول دوري المجموعات. وانا بديك مثال اهو. بديك مثال. هات لي حد في الثالث، المغرب تونس الجزائر معاهم بقى كوت ديفوار وعندك السنغال وعندك نيجيريا. ايوه بس دي مش حاجه مفيده للمنتخب قوي. احنا عايزين الناس تحترف بره. هو الاهلي خد 10 سنين اما خد بطولات مع جوزيه في ايه؟ 8 9 لعيبه في منتخب مصر كانوا في النادي الاهلي. مره بقول لسامي رضا الله يرحمه كل لعيب دولي لعب منتخبات لازم في الدوري. ايوه بس احنا محمد صلاح ومرموش فارقين معانا. ما فارقين برضه. يعني حتى احنا عايزين نطلع ما للمنتخب يا مهيب. الشعبيه برافو عليك بقى. احنا شفت المنتخب عمل ايه الحاله في البلد. احنا بقى كوزير شباب واتحاد كوره نطلع نفرغ الناس دي. يعني يبدا من سن صغير نبدا نطلع الولاد. حتى النادي يا سيدي، النادي اللي يودي لعيب عنده 17 سنه 18 سنه نادي اوروبي كبير اديله 30 40 مليون جنيه. ماشي. الدوله تديله. احنا عندنا ماتشين بكره، البرازيل مع النرويج. اديني نتيجه عشان كل النتائج اللي انت قلتها غلط. قلت لي اليابان هتكسب، البرازيل ما كسبتش. قلت لي لا قلت لي ماتشين ما حصلوش. من 6 من 8 من 8 من 8 انت فين اهو. قلت لي اليابان هتكسب ما كسبتش. قلت لي كوت ديفوار هتكسب ما كسبتش. ده مين افريقيا بقى؟ من مين افريقيا؟ طيب ماشي. طب احنا دلوقتي في ماتشات بكره عندنا البرازيل والنرويج. البرازيل وائل
بص بس يعني ما التوقعات بقت صعبه قوي. ايوه البرازيل، ما انت شفت خلاص الفرق بالعكس. ما انا شفت برضه، ده بالعكس، ده دلوقتي بقت اسهل. المانيا خسرت من ايوه بس دلوقتي انت عندك تقدر تقيم. شايف لا البرازيل. برازيل برازيل ليه؟ برازيل. طيب المكسيك وانجلترا، هو ده صعب ده بقى عايز توقع ليه منكم؟ المكسيك. المكسيك. مين مكسيك؟ انجلترا. هنا انجلترا. انا الفيصل بقى، انت الحكم. تعادل. تعادل 1-1. البرتغال واسبانيا. اسبانيا. ها بحكم ان هو زملكاوي اسبانيا. امريكا وبلجيكا. امريكا وبلجيكا. امريكا. بلجيكا. امريكا 3 امريكا. بلجيكا. طيب يعني انت كل الناس قعدت مستنيين على اختيارات. انا مش عارف الراجل ده تعبني في حياتي. اصبر اللي جايه. مصر والارجنتين. ان شاء الله مصر. مصر ان شاء الله. مصر وكلنا في الاستوديو اللي فاتت توقعنا مصر ومصر كسبت. وعايز اقول لك على حاجه، مش عشان احنا مصريين بس، والله العظيم احنا كنا بنتكلم في الفاصل قلنا مش هي دي الارجنتين، مصر تكسب. يعني مصر تكسب يا رب. احنا بس عشان مش عشان اتكلم. عيد لهم مره ماتش ايطاليا عندنا، احنا كسبنا ايطاليا بطل العالم يا جماعه. واخد كاس عالم وكسبته بعديها بشهرين. سويسرا وكولومبيا. كولومبيا. فكر في لا اصل هو بص لجده وبعدين جده بص لي. بالك مهيب سيب الحته الاخرانيه دي. خد بالك ابو الدهب تخاريف الحلقه كان بيفتكر حاجه بيسيبها يقول لك ايه دي تخاريف الحلقه. خش في التقييم دلوقتي. تخاريف الحلقه. هو خلي بالك هو مهم رقصنا يا كابتن. انت بصيت لجده وبعدين بصيت لي، ما هو كده راح بصيت لي. هو مهم بياخد من الاول كده. طيب يبقى احنا كده وصلنا. ادي فرنسا وصلت. فرنسا هتقابل المغرب، والبرازيل هتقابل انجلترا والمكسيك، واحد فيهم لان ما اجتمعوش، واسبانيا هتقابل امريكا، ومصر هتقابل كولومبيا. يا اللي كسبناها فاكرين؟ احنا كسبنا كولومبيا قبل كده. امتى؟ ايام كان علاء ميهوب اللي جاب الجون. كان الجون بتاعهم هيجيتا تقريبا. هيجيتا. كان هيجيتا صح يا غريب. كسبناها في استاد القاهره، كان ماتش ودي. سبحان الله، ما ده تاريخ ماتش ودي. يعني اللي حضرتك بتتكلم فيه ده تاريخ. يعني التاريخ يعني التاريخ هيذكر ان حسام حسن بالفرقه دي منتخب مصر وصل لدور ال 16 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انا بس زعلان ان الكابتن واخد ابواني كله قايم عليه مش عارف ليه؟ خلاص بقى، ده محمود صابر وامام عاشور. ايوه بس يا عم بعد كام سنه برضه عدي جاب جوان وزيكو جاب جون وكل الناس هو كان بيدفع ما بيجي لما يجي كاس عالم يعملوا اعلانات. وقفت الموضوع ده دلوقتي. ابو الدهب. بس انا عايز اقول على حاجه قبل ما بسرعه. قول. انا لازم ادعم هنا محمد هاني يا جماعه. طبعا عشان طبعا. الناس لا الناس برضه عشان يعني. الاهداف اللي جاء. لا هو ملوش ذنب خالص. محمد هاني عمل بطوله قويه جدا جدا جدا. أيوه. من اللعيبه المميزه في منتخب مصر. طبعا.